هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنه اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجه صعبه علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدات معاكم في القناه قررت اننا مش هنعمل اكل عادي، ولا حتى هنعمل اي وصفه والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مره هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكله من اكلاته. وزي ما اتعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها. وصفتنا النهارده هي طاجن المسقعه باللحمه المفرومه، وقررت اجيب لكم اسرارها من المكان اللي اكلت منه اطعم طاجن مسقعه باللحمه، وهو مطعم بهيه. والنهارده حصريا والاول مره هتعرفوا كل اسرار طاجن المسقعه باللحمه الجاهز وطريقته من مطعم بهيه بالتفصيل. هتعرفوا خلطه طاجن المسقعه هناك، وسر الطعم المدخن اللي بنحسه في المسقعه اللي بناكلها بره وبنبقى مش عارفين اتعمل ازاي. وبتمن طاجن واحد بس من هناك انتوا هتعملوا 3 طواجن في البيت وبنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهارده انتوا مش هتشتروا مسقعه من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوها في البيت على طريقه مطعم بهيه بالملي، واي حد هياكلها عندكم مستحيل يصدق انها معموله في البيت. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدا. طيب هنبدا بقى في المقادير بتاعتنا. واول حاجه عاوزين كيلو من البتنجان، وطبعا هنغسله كويس. بعد كده هنقشره، وفي مطعم بهية بيقشروه بالشكل ده، يعني بيشيلوا القشر من حتت وحتت لأ، وبصراحة أنا مش عارفة السبب العلمي للموضوع ده، بس هما بيعملوه كده. بعد كده عاوزين نقطعه لشرايح مدورة، مش سميكة قوي ولا رفيعة قوي. بعدين بقى هنحطه على أي مصفى موجودة عندنا، وهنرش عليه شوية ملح، وهنقلبه في الملح كويس قوي، وهنسيبه على جنب لحد ما نجهز باقي مكونات المسقعة. وطبعا أهم حاجة في المسقعة بعد البتنجان هي الفلفل، وعاوزين فلفل متقطع لشرايح مدورة، ونص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلتين كبار متقطعين لمكعبات صغيرة، ونص لتر من عصير الطماطم، ومعلقة كبيرة من الصلصة المعلبة. وللتوابل بقى عاوزين معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من القرفة. وهنيجي بقى مع بعض الأهم حاجة والمكون اللي بيدي الطعم المدخن لطاجن المسقعة، وهو اللي الضاني اللي هنشوح فيها اللحمة المفرومة، وعاوزين 100 جرام من اللي الضاني. وطبعا لو ملكوش فيها قوي ممكن تستبدلوها بدهن بقري، بس عاوزة اقول لكم انها هتخلي طعم طاجن المسقعة رهيب. وحتى لو ملكوش فيها قوي صدقوني مش هتحسوا منها بأي طعم يضايق. وهنبدأ بقى في اللحمة بتاعتنا، وفي طاسة على النار هننزل باللية وهنسيبها لحد ما تطلع كل الدهون الموجودة فيها. بعد كده هنطلعها، لكن لو انتوا بتحبوا طعمها ممكن تسيبوها عادي، بس انا شخصيا بتضايق جدا لو قابلتني حتة كده منها في نص الاكل فهشيلها. بعد كده هننزل بالبصل وهنقلبه لحد ما يدبل شوية ولونه يصفر. واول ما البصل يدبل على طول هننزل باللحمة وهنديها تشويحة. واول ما نحس ان اللحمة بتاعتنا دخلت في السوا هننزل عليها بالصلصة المعلبة وعصير الطماطم. وهنسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض حوالي 3 دقايق تقريبا. بعد كده هننزل عليهم بالتوابل.
واخر حاجة هننزل عليهم ب3 كبشات من المية المغلية علشان نخفف القوام شوية، لانها طبعا لسه هتدخل الفرن ومعظم السوائل اللي فيها هتتبخر. وبس كده، اللحمة بالصلصة بتاعتنا خلاص جاهزة، هنسيبها على جنب على ما نجهز باقي المكونات. وبعدين بقى هنغسل البتنجان بتاعنا من الملح، وفي طاسة على النار هننزل بزيت غزير علشان نقليه. واول ما الزيت يسخن هننزل بالبتنجان بتاعنا، وبالظبط هياخد 3 دقايق من كل ناحية. وهنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. بعدين هنقلي الفلفل، والفلفل ده يدوب هننزله كده في الزيت السخن وهنطلعه على طول. وبس كده خلاص خلصنا كل المكونات بتاعتنا، وهنبدأ نرص الطاجن. وأول حاجة هننزل بشوية من اللحمة بالصلصة في الطاجن من تحت. بعدين هنرص عليهم طبقة من البتنجان والفلفل. بعدين هننزل بطبقة تانية من اللحمة بالصلصة. بعدين هنرص طبقة تانية من البتنجان والفلفل، وفي الآخر خالص هننزل عليهم بكبشة واحدة بس على الوش من اللحمة بالصلصة. وبس كده الطاجن الرهيب بتاعنا خلاص جاهز. وللتسوية بقى هندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي من تحت لمدة 10 دقايق. بعدين هنطلعه تحت الشواية 5 دقايق وبس كده. وده كده شكل المسقعة الرهيبة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وريحتها تجنن. واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو، وهو ان انا ادوق. عاوزة اقول لكم ان الطاجن ده حرفيا اول حاجة هتخلص على السفرة مهما تعملوا جنبه اكل، لان بجد كل حاجة فيه طعمها خطير ودايبة دوبان. والتدخينة اللي طالعة فيه بسبب اللي الضاني والتوابل مستحيل تخلي اي حد يقول ان ده طاجن بيتي. وبتمن طاجن واحد بس من هناك انتوا هتعملوا 3 طواجن في البيت وبنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهاردة انتوا مش هتشتروا مسقعة من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوها في البيت على طريقة مطعم بهية بالملي، واي حد هياكلها عندكم مستحيل يصدق انها معمولة في البيت. اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتم محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم اسئله ممكن تسالوني في الكومنتات وهرد عليكم. ولو حابين اروح مطعم معين واجيب لكم اسرار اكله معينه اكتبوا لي في الكومنتات، والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحه في اقرب وقت ممكن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رايكم في الكومنتات.